ضع السماعات وغمض عينيك واستمع. أنا إيمان. ماتت ماما وأنا عندي عام. بابا اللي رباني ما بغاش يتزوج حيت كان خوفان يجيب لي شي مرات أب اللي تقدر تعطى عليا، رغم أنه كان ميسور الحال وكان لابس عليه، لكن بقى معايا أنا بوحدتي. كنت أنا عالمه الخاص وهو كان عالمي الخاص، فشحني بزاف بزاف، وهذا الشيء اللي خلاني نكون أنانية أكثر من القياس. كان كيعجبني نأذي الناس. مرة كنتفكر ملي كنت في المدرسة، ملي كنا في الإعدادي، كانت واحد صاحبتي مسمية لبنى. ما تنساوش هذا الاسم لأنه عنده دور كبير في القصة هذا النهار. وكانت هاد صاحبتي كتبغي واحد من العائلة ديالنا، وكانت فخورة كتعاود عليه، كتعاود لصحاباتنا وتشوف شنو طاح لي على بالي وشنو قال لي عقلي نعمل. مشيت عندها وقلت لها بانه كيبغيني انا وما كيبغيكش ليلك. مسكنا كيكوزت ديك النهار، تساقط فيا، عيات ما تبكي وكل شي كيسكت فيها، وانا ما تحركت فيا شعره، ما عزت عليا لا والو. كنت كنستغرب في راسي بعض المرات علاش كنتصرف هيدا. مهم كنتفكر عاود واحد المره اخرى، ماشي مره، شحال المرات غنعاودكم مع وحده. هاد المره كان ولد كان تابع فيا وانا كنفرنس له، كنضحك له ونفرنس. ملي كنقرب للدار اش كنعمل؟ عاد كندور فيه، نقول له بعد مني، شو علاش كتبعني؟ مرك لاصق فيا. كيشوفوا العساس ديالنا، ملي كيشوفوا كيمشي يضربوا، ماشي عساس واحد، كتر من عساس، يرزيوه بالدق. وانا كنشوف ودمي بارد، ما عرفتش علاش داك الاحساس كيجيني. سبحان الله، ما الضمير ديالي كيأنبني ولا والو. مهم بقيت هيداك حتى كبرت شويش، حتى كملت هيداك على 18 سنه. بابا جا عندي المدرسه، فرحت، جا عندي غدوني في الطوموبيل، سي اللي يخرجني ولا يعمل لي شي مفاجاه. وبالفعل كانت مفاجاه. شنو قال لي بابا؟ قال لي بنتي، انتينا دابا كبرتي ومحتاجه تكون مرا في الدار. قلت له كاينه مرا في الدار بابا؟ ما كايناش دادا فاطمه. قال لي دادا كتبقى دادا، انتينا محتاجه في هاد السن ديالك وحده تكون بحال ماماك، وانا كذلك بنتي. قلت له انا سكتزوج بابا. قال لي شنو فيها بنتي؟ علاش ما نتزوجش؟ انا ضيعت حياتي كامله عليك، ربيتك وكبرتك، صافي هذا هو الجهد اللي حتى انا نعيش ويش حياتي. شوفت فيه وما رديتش عليه. المهم مره وانا راجعه من المدرسه مشيت للدار، شفرت بنات با كاينه، جات على ديك النهار ما نقدرش ننسى ديك النهار. مهم بنت با جات عندي ودرعتني وبستني، قالت لي كان كيهضر لي عليك با، كيقول لي مزيونه، مازال ليش مزيونه حتى لهاد الدرجه. قلت في نفسي انتي اللي مزيونه بصح. كانت كتحمق بزاف، مزيونه ما نوصفكمش شحال مزيونه، والقوام الفورمه ديالها شحال كانت مزيونه، واللباس اللي لابسه باين عليها مزوله ومقعده، وباين عليها من عائله. انا سلمت عليها بدمي بارد وقلبي ما علم عليه غير الله. سلمت، قلت لهم سمحوا لي انا غنطلع البيت ديالي. المهم طلعت البيت ديالي، شحال بكيت ديك النهار، ما نساش ديك النهار. بكيت حتى عيني ما بقاو فيهم دموع. قلت صافي. جات مولات الدار لي عطي لي موطاي، وبابا مشى بابا، صافي. مرات بابا
صراحة تيقال كانت مزيانة بزاف وكان قلب ابيض. عيات ما تحاول تقرب لي وانا الله يحفظ، كل ما هي كتقرب وانا كنبعد، وهي كان عندها نفس طويل. نسيت ما نقول لكم بان عمي كان ساكن معنا فوق في الفيلا في الطابق الاخر. حتى عمي يعني كان كيشكر بزاف، كيشكر مرات با، المهم كلشي كيشكر اللي كيتشوفها من العائله، كلشي عجباتو. كانت وخا الكمال لله وحده، كان اللي كيشوفها كيقول هذه مرا مقبوله ما ناقصها حتى حاجه. بقيت كنحس بان الاهتمام كله تسلط عليها بعد ما كنت انا هي المحور العائله كامله، رجعت هي المحور العائله. وهذا اللي خلاني نبقى نغير مرات با، بقى كيجيني الحقد من الناحيه ديالها. بقيت كنحملها، ما كنحملهاش كتر ملي كنشوفها هيداك طيبه ومزيونه. والدار كيف رجعتها جنه، مرا متولة، كل شي فيها مزيان. وبديت كنحس بان الانبساط بدا كيتجبد من تحت رجلي. بابا الاهتمام ديالو طبعا باقي كيبغيني وباقي كل شي، وانما وحده شاركته معايا، مرأة اخرى شاركت ديك الحب اللي كان كيعطي لي بابا كامل، تشارك مع واحده اخرى. عمي كذلك، ما بقيتش انا المحور ديال العائله نهائيا. كل شيء ما كان غفلانه 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 غفلانه، وانا قلبي علاني طرطق. بقيت كنحس القنط في الدار. كان جات العطله، طبعا العطله الصيفيه، كنت كوزت البكالوريا ديالي ونجحت بالدرع بهادشي طبعا اللي وقع. مهم قلت نمشي لابيسين، واحد لابيسين كنا مشاركين فيه، كانوا كيشاركوا فيها العائلات الميسوره. مشيت تما. المهم انا بقى كيفاش دخلت كنشوف الناس، هي تجي فيا واحد الكره. جا عندي واحد وقال لي اسمح لي، قال لي ما ضربتش بالعاني، انا غضربتها وجت فيك، اسمح لي. قلت له الله يسامح. بالحق عجبني، بيني وبينكم عجبني بزاف طاوله والفورمه، النوع اللي كيعجبني. طبعا ماشي قدي في السن، هيداك في السن د عمي يكون، اصلا عمي ماشي كبير بزاف ولا زايد على عمي شويه. مهم هيدا وانا كنشوف عمي جا، حتى عمي كتسمع في لابيسين. قال لي شنو خصو هذاك؟ عاودت له شنو كاين. قال لي حيت هذاك كنعرفو، ديك احمد البرنوسي كنعرفو، كيحسب راسو باقي ستيتو وكيعجبوه البنيوتات الصغارين. قلت له ما انتينا غزال، انتينا بيدك فحالو ولا كتر. وبقيت كنضحك. مهم رجعت للدار وبالي كله مع ديك احمد البرنوسي. استنيت حتى جا الليل، كلشي ناعس. مشيت للتليفون. هاد الوقت اللي كنعاود لكم كان باقي ما كاينش البورطابليس، كان على التليفون الدار، وعاد كان قليل الناس اللي عندهم تليفونات الدار. مشيت للكتاب ديال التليفونات، بقيت كنفتش على احمد البرنوسي، فتش حتى جبرت احمد البرنوسي. ضربت الرقم، رد عليا قال لي الو شكون؟ الله على صوته غزال في التليفون، مازاليش صوته مزيون حتى لهاد الدرجه. المهم رديت عليه قلت له انا معجبه. قال لي معجبه؟ قال لي شنو اسمك؟ ما بغيتش نقول له اسمي. قال لي شوف بنت الناس، انا ما عنديش الوقت اللي غنضيعو معاك، قول لي اسمك ولا غنقطع. المهم انا بقيت ساكته وقطع. قلت له حتى نعاود له، يا بيه عيطت له، هز التليفون. قال لي انا قلت لك اذا ما قلتيش الاسم ديالك انا غنقطع عليك، انا غنحسب 3. قال لي اذا ما رديتيش عليا انا غنقطع صافي. قلت له انا اسمي ايمان. قلت له اسمي ايمان، وانا اللي شفتيني بالنهار في لابيسين وضربتي فيا الكره. قال لي انتينا، يلا لاله ايمان
شنو خصك؟ قلت له انا معجبه بك، ملي شفتك عجبتيني. قال لي قال لي مهم بغيتي نتلاقاو؟ قلت له فين غنتلاقاو؟ قال لي نشوفوا شي مطاع شي كافي نجلسوا فيه. قلت له ما يمكنش نبقاو غير في التليفون كنهضروا. قال لي انا كبير على هذا الشيء هذا، انا ما يمكنش نبقى انا نهضر مع واحده غير في التليفون، ما عقلش حتى مزيان على وجهها. المهم اتفقنا غدا نتلاقاو على برا. مشيت للمكان اللي قال لي غنتلاقاو فيه، بقيت كنستنى، مشى ما جا حتى جا تعطل عليا. انا ملي شفت الطوموبيل خرج راسو، فتحت الباب ودخلت دغيا، خافت يشوفني شي واحد وانا داخله الطوموبيل. صافي قلت له تعطلتي؟ قال لي ماشي بزاف. قال لي مالك هيدا خوفانه؟ قلت له كنخاف يشوفني شي واحد. بدا كيضحك، قال لي شحال عندك من سنه؟ قلت له انا اللي نكمل 18 سنه. قال لي باقا صغيره. قلت له علاش باقا صغيره؟ 18 سنه بالنسبه ماشي صغيره، باقي لي غير شهر ونكمل 18 سنه. قال لي انت عارف انا شحال عندي من سنه؟ قلت له لا. قال لي انا السن ديالي مضوبل على السن ديالك. قال لي انا عندي 36 سنه. قلت له شنو فيها؟ انا عمري ما عجبوني العيال الصغار، انا كيعجبوني اللي كبارين، ما كيعجبونيش العيال اللي صغارين. المهم بقينا هيداك كندورو في الطوموبيل، ما قدرتش نخرج من الطوموبيل، خفت يشوفني شي واحد. كل ما يجي يوقفني في شي مطاع كنقول له لا، انا كنخاف يشوفني شي واحد. وصافي وبسلامه بسلامه. على غدا اتصلت به باش نتلاقاو مع بعضياتنا. بقينا كنفكروا فين غنتلاقاو. قال لي انا ما نقدرش نبقى هكا ندور في الطوموبيل، تينا ما كتبغيش تنزل نجلسوا في شي كافي، نجلسوا في شي مطاع، انا ماشي باقي صغير باش نبقى ندور في الطوموبيل ونعمل داكشي اللي هي الصغارين. قال لي اذا بغيتي نتلاقاو في الدار. انا تخلعت قلت له الدار؟ قال لي شنو فيها الدار؟ حتى واحد ما غيشوفك، غتكون مخبعه، مادام تينا كتخافي يشوفك شي واحد يعني في الدار حتى واحد ما غيشوفك. قلت له بالحق؟ قال لي ما فيها بو بالحق، اذا بغيتي نتلاقاو، ما بغيتيش نتلاقاو على برا يعني نتلاقاو في الدار، اذا بغيتي العلاقه ديالنا تستمر. المهم بقينا كنهضروا هيدا. ملي فكرت قلت بصح اش غيعمل لي هذا؟ قلت له واخا. صافي عطاني العنوان واتفقت نمشي عندو للدار. ومشيت وصلت العماره. الحمد لله في العماره كان تما العماره الاطباء. قلت الحمد لله اذا شافني شي واحد دخل العماره يقولوا عقلونا دخل عند شي طبيب. صافي طلعت في السنسور، ملي جيت ندق في الدار قلبي كيدق. فتح لي الباب، عرفتي ملي فتح الباب دخلت كنجري، هو بدا كيموت بالضحك. شد الباب وجلسنا. قال لي شنو خصك تشرب؟ قلت له لا ما خصني والو. وخا هيداك جاب رطومه العصير وكاب في جوج الكيسان، فحال لي عاقبيه بانني انا كنت خوفانه يعطيني شي حاجه نشرب، اما يدوخني ولا يعمل لي شي حاجه. شرب هو اللولي. قال لي يلا هاك شربت انتينا. ديك الساعات كنت شربت. المهم بقينا كنتهاودوا مع بعضياتنا، هيداك اصدقاء وعملت فيه الثقه. ملي كنت في التليفون ما قلت لكم انا اتفقت معه بانه غنكونوا بحال اصدقاء مع بعضنا في الدار، بحديني من حديه، وكان قد وعده الصراحه تنقال. صافي بديت كنتلاقى معه في الدار، ومع الوقت السنات بقيتش كنخاف كيفتح الباب ندخل بشويش عليا، ما بقيتش بحال هذيك اللي غير كتدخل دبز تدخل. بقى كيسقسيني على الحياه ديالي، بغى يتعرف عليا اكثر. قلت له بان ماما ماتت وبابا تزوج وداكشي. قال لي كيفاش ني مرات باباك؟ وانا ديك الغير اللي فيا كنت كنستنى غيسقسيني. قلت له مرات با مسكنا، راه هاد البلاد ما فيها ما ينشاف، مرا اللي ما قاريه ما واعيه. مهم با داها عالم سبتي انا. ايوا قال لي مادام باباك عمل هادشي عليك نتينا، حتى نتينا خصك تهلا فيها،
باش ترد الجميل اللي عمل لك باباك. قلت له انا مالي، ماشي شغلي، بينه وبين بابا. صافي رجعت للدار، قالت لي مرات بابا بان عندنا واحد الحضور العائله ديالها. قالت لي او غنوجد لك واحد لاله تكشيطه كلشي غيحماق عليك، وغتخلي الخطاب يجوا يدقوا على باب الدار. شفت فيها وقلت لها شنو خصك تخلص مني، طلعت لك في الراس. قالت لي والله يا بنتي انا ما قلتي هيدا. مهم جا نهار العرس لباس ديك التكشيطه، جاتني غزاله وجيت كنحمق. بالحق مرات با كانت كتار كتحمق. ديك التكشيطه اللي عندها جات كتفتن. دخلنا للعرس وبابا قافض فيا من الجهه اليمين ومرات بابا من الجهه الشمال. استقبلتنا مولات العرس وقالت لبابا تبارك الله عليك، داخل بالقمر من اليمين والشمس من جهة الشمال. بابا عجبو الحال وبدا كيضحك. حنايا باقي واقفين كنشوفو فين جلسو هيدا، وانا كنشوف احمد البرنوسي داخل. شكي عمل هذا هنايا؟ مهم دخل مولات العرس قدماتو لينا وقاتنا بان هذا احمد البرنوسي، وقدمت له بابا وقدمت له عمو تا عمو كان معنا، وقدمت له مرات بابا. عرفتو ملي شافها مبغاش يحيد عينو منا. الراجل استغرب، واش هذه هي اللي كانت كتقول لي عليها المراه بلديه ما كتعرف تلبس ما كتعرف تعمل حتى حاجه؟ انا في ديك الساعتك ما كرهتش تقول الارض تفتح ونتحشى فيها. بداو كيتهاودوا، مرات بابا تبارك الله عليها لابقه في الحديث ومثقفه. احمد البرنوسي راه كيتشوف مستخرب. انا اللي قلت له هي جاهله ما كتعرف لا تقرا لا تكتب. تكمل العرس ورجعت للدار. جا النهار اللي غنتلاقاو فيه انا واحمد البرنوسي. مشيت عنده، دخلت وانا غضبانه. قال لي مالك؟ قلت له ما عارفش مالي. قال لي لا انا اللي خصني نسقسيك. قلت له شنو كاين؟ قال لي ماشي انتينا اللي قلتي لي على مرات باباك ها شنو ها شنو ها شنو؟ انا جبرت واحد المراه اخرى ماشي هذيك اللي عاودتي لي ليها مره، وقلت له انتينا مالك على داكشي ما حيدتيش عينك منا. ما بغاش يتبص يحيد عينو منا. ان شاء الله بابا ما فطنشي، انا اللي كنت منتبهه بوحديتي. تصرف احمد البرنوسي خلاني نزيد حقد على مرات با، وحسيت بانه كيهتم بها بزاف. كل ما تلقى معاه كيجبد لي الهضره عليها، بحال ما مورانا شغل غنهضروا عليها. تابعاني في الدار وتابعاني حتى عند احمد البرنوسي. قلت هادشي ما يسلكنيش. قررت نعمل واحد الحاجه ما تطيحش على بالكم. بغيت نتخلص من مرات بابا، تخلص منا. خرجت لي لحياتي، راه ما هي في الواقع ما خرجت ليش على حياتي، انا كنشوفها خرجت لي لحياتي. طاحت عليا واحد الفكره جهنميه ما طاحش حتى على الشيطان بنفسه. قررت بنخلي بابا يشك في مرات با مع عمو كان باقي صغير حتى هو غزال، وهي اصلا صغيره عليه ب4 سنوات. حيت نسيت ما قلت لكم بان هي كانت مزوجه قبل وطلقت، عاد تزوجت بابا. قلت غنبقى نشعل العافيه بشويه بشويه. مع هي كانت مطلوقه هي وعمو في الهضره والضحك وديك شي كان عادي، كان قدام بابا. لكن ملي كتدخل الشكل بنادم كيكون حاجه اخرى. كنت كنخلي كيكونوا كيهضروا مع بعضيتهم هي وعمو، كنخلي حتى كنشوف بابا داخل وكنعمل عقلي بحال لي زعما داخله وبحال لي شفت شي حاجه ماشي هي هذيك، وكنتخلع وكندور نشوف بابا. فعلت شواطن. بابا بقى كيلاحظ ديك الشيء اللي دائما كيتكرر، بدا كيدخل له الشك في شي حاجه. بقى غير شك. بغيت نرجعو اليقين.
شنو عملت؟ واحد المره مرات بابا قالت لي غتمشي عند الخياطه ديالها، وانا كنعرف الخياطه ديالها فين جات. مشيت دغيا طلعت عند عمي الفوقي، قلت له نوض اش خليني الناس كيقول لي. قلت له نوض، خايل نوض، انا عندي واحد الموعد اليوم والكسوه ديالي عند الخياطه وخصني نمشي نجيبها وما عنديش الوقت. خايل مشي جيبها لي، باقي خصني نمشي عند الكوافور، باقي نمشي خصني نعمل هاد. قلت له واش حمقتي انا نمشي عند الخياطه؟ بقيت كنرغبو، عافاك عمو مشي. عمي كيقول لي ابدا ما غنمشيش، تما كيكونوا غنسى اش غنعمل تما، حشومه كاع. قلت له ما تدخلش، هضر معاها غير في الباب وقول لها الكسوه ايمان وغتعطيها لك. المهم مشى لي بالدرع، فرحت ملي قال حيت انا كنت عارفه بابا كيحدي مرات با. مشات هي دخلت العماره د الخياطه وبابا واقف كيستنى، وموراها يجي عمو صيفطو لنفس الخياطه د مرات بابا، باش بابا ملي تشوف عمو دخل يقول هادو مشاو عندهم تما شي دار كيتلاقاو فيها. وكنت عامله الحساب اذا جا عمو وقال لي ما جبرتي الكسوه اللي قلتي لي، كنت مدبره ما نقول بحال دائما، وتنقول له عطيتك العنوان غلط، بحال ديك الشيء اللي مستانسه كنعمل، ماشي صعب عليا ندبر شي كذبه. بعد شويش جا بابا بحال الغول كيخوت، طلع الفوقي وانا تبعه كنجري، دخل بيت النعاس ديالو، بدا كيجود الحوايج د مرات بابا، كيجبدهم ويقطعهم كنقول له مالك بابا؟ مالك؟ يقول لي خرج فحالك ليا. انا تخلعت. ديك الهبطه اللي هبطه انا في الدروج كنبكي، هي جات مرات بابا طالعه، هي شافتني كتقول لي مالك ايمان مالك؟ قولي مالك. وانا كنبكي تقول لي مالك بابا؟ قال لي شي حاجه. طلعت الطلعه هيدا كتجري في الدروج، هو طلل عليها هيدا من الدروج من الفوق، قال لها خرج على برا. بقات هكا تشوف فيه كتقول له مالك؟ قال لها قلت لك خرج على برا، هاد الدار ماشي الناس بحالك، هاد الدار دائما كانت شريفه وعايشين فيها الشرفاء، ما عايشينش فيها خوانه اللي بحالك، يا خائنه ما خلا ما قلا، يا الخائنه يا اللي ما كتصلحش، يا اللي وهي مسكنه المراه مشلوطه كتقول له مالك شنو وقع؟ اش كتقول؟ قال انت عارفه شنو كنقول؟ انا ديك الساعه بديت كنبكي، زيد كنبكي. قال خرج بحالك ليا، ما خصنيش نشوفك، خرج بحالك وانتينا مطلقه. وانا بديت كنرغب بابا، عرفتي ديك الحنيه ملي جاتني، بقيت كنبكي وكنقول بابا، كنقول له بابا هي ما عملت والو، هي ما عملت، انا اللي عملتها بابا انا. وكيقول لي اسكتي بنتي، انتينا باقا صغيره ما عارفه حتى شي حاجه، انتي ما كتعرفيش في هذا الشيء. هو كيقول لها خرج بحالك، وانا كنقول له لا بابا كنرغب عليه، لا كنقول له بقى كنقول له ما تخرجش. هي المهم سلمت عليا وخرجت. ديك الخرجه اللي خرجت عرفتي ديكشي اللي وقع لي، طيحت وسخفت، وقع لي بحال انهيار عصبي، ما كنفيق كنجبر راسي بيت ديالي، والطبيب معايا وبابا معايا ودادا معايا. وبديت كنسقسي عليها، قول فين مشات؟ تنقول له بابا هي بريئه، ظلمتيها بابا، ظلمتيها. وبابا كيقول لي صافي يا بنتي كيسكتني. المهم هاد المصيبه اللي عملت خلات بابا وعمو يفترقوا على بعضيتهم، كانت عندهم تجاره مع بعضهم فرقوها. عمي ما بقاش يسكن فوقي، بقينا انا وبابا ودادا في الدار. هاد الحكايه مرات بابا عملت بوم، خصوصا وكان بابا معروف، كل شيء بدا كيهضر عليها، وشي زاد اليدين، شي زاد الرجلين، شي كيقول بابا دخل وجبرهم في بيت النعاس مع بعضيتهم، كل واحد شنو كيقول. عاد كيقولوا مسكينه ايمان، رجعوني انا المسكينه، ما عرفونيش باني انا راس الحيه، انا اللي عملت كل شيء، رجعت انا البريئه، كنعز على الناس، والناس كيقولوا شو هادشي اللي عملت مرات باباها اثر فيها وخلاها طريحه الفراش. كنت بديت كنستعد شويه الصحه ديالي، عيط لي احمد البرنوسي، عاد فكر يعيط لي،
سقساني كيفاش بقيت وكيفاش بقات صحتي. قلت له الحمد لله. ديريكت سقساني على مرات با، واش داكشي اللي وقعت بصح. انا حميت عليها الصراحه تنقال. قلت له ابدا داكشي ما وقعش، داكشي غير الاشاعات، غير الهضره الناس، حتى حاجه ما وقعت. قال لي علاش طلقوا هي وباباك؟ قلت له ما تفهموش، هذاك هو كل شيء، ما تفهموش مع بعضياتهم وصافي. قلت له نحلف لك باش ما بغيتي بان هي داكشي اللي كيقولوا الناس بريئه، ما عملت حتى حاجه من داكشي. قال لي انا كنت متاكد، هي كانت باينه بنت الناس، كانش يبين عليها هادشي اللي كيقولوا ليها الناس وصافي. اسمع الاخبار بسلامه بسلامه. جاني احساس بانه ما عيطش باش يسقسي عليا، عيط باش يسقسي على مرات با، واش داكشي اللي عملت حقيقي ولا لا. وصافي ملي عرف الحقيقه ديريكت قال لي بسلامه. المهم ملي مشات مرات بابا رجعت انا مولات الدار، مولات الدار الحقيقيه، واخا انا ماشي مقيده في مرات بابا. المهم هذاك الاحساس باني كلشي رجع لي صراحه تقال كان فرحني. حق بابا مسكين، تشوفوا حالته كيفاش رجع كيتعاطل بالليل، رجع كيشرب، كيجي سكران اللي عمره ما كان كيشرب، وداكشي كلشي بسببي، والضمير ديالي كيأنبني. ملي فكرت قلت بابا خصو يفوج على راسو، علاش نبقاو هنايا؟ مشيو الصيف هذا نمشيو لشي موطع. اقترحت على بابا نمشيو للشمال، نمشيو نبحرو تما. في الاول فحال اللي قال لي لا، بقيت كنرغبو. صافي بغا ومشينا انا وبابا. مشينا عجبنا حال في الشمال، الشمال غزاله بحال اللي كتعرفوا. تما قولوا لي لما تلقيت لبنى صاحبتي اللي كانت كتقرا معايا في الاعدادي، واللي قلت لها بان هذاك اللي كتبغيه هي كيبغيني انا. كانت مفاجاه ليلي وليله. المهم سلمنا على بعضنا بالفرحه، بقينا كنضحكوا كنتفكروا الايام اللي جوزنا، وتفكرت ديك الوقت هاد الواقعه تفكرتها. المهم موراها قالت لي شكون هذاك اللي معاك؟ قلت لها هذاك بابا. قالت لي هذاك باباك كيبان باقي صغير، ما تقولش مره باباك، اصلا هو ما كانش كبير بزاف، كان عنده 40 سنه. قلت لها بغيتي تتعرف عليه؟ قالت لي واخا، ومشيت وعرفت عليها. صافي من ديك النهار وحنايا مع بعضياتنا، كنخرجوا مع بعضنا، كنبحروا مع بعضياتنا. ملي شفت بابا بدا كيهتم بيها، وشفت حتى هي معجبه ببابا، قلت يقدر يكون هي حتى هي من النوع ديالي ما كيعجبوهاش العيال صغارين. وقلت لها، قلت لها كنتشوف حالي انك معجبه ببابا. قالت لي ايه. قلت لها تزوج به؟ بقات كتضحك، قالت لي تقولتينا ماماه ماشي بنته. قلت لها انا كذلك. المهم قلت لبابا، حتى بابا عجبته الفكره. صافي رجعنا من تما من الشمال حتى كانت مزوجه، رجعنا ب3 بينا. طبعا بابا ما عمل لا عرس لا والو، حيت هي بيدا هذه كانت زوجت وطلقت. هاد صاحبتي هي كانت كبيره عليا ب3 سنين عيدك. ايوا صافي جينا للدار. فرق كبير بينه وبين مرات با اخرى. مرأة اخرى كانت مولات الدار، هذه طيشه وصافي. المهم لاحظت واحد الحاجه عليها، بانها كتهضر في التليفون بزاف، وكل ما كتسمع التليفون كيسرسر كتمشي كتجري قبل ما يهزو شي واحد. واذا ما هزاتوش هي وهزيتو انا، ولا هزاتو دادا ولا بابا، حتى واحد ما كيرد. شكيت فيها، حيت التصرفات ديالها كانوا ماشي لهيه، ماشي الله الله. واحد المره كان كيصوني التليفون، خليتها تهز، هزت وكتهضر بحال اللي كتهضر مع ماماها. انا سجلتها ليلى، وسجلت اللي كيهضر معاها باش خصني نعرف شكون اللي كيهضر، واش مرا ولا راجل. وبصح الشك ديالي كان في محله.
المهم خرجت هي ومشات. طبعا طلبت فلوس من بابا، ماشي عند امها، هي ماشي عند العشيق ديالها. صدق كتمشي مع شي واحد، وقبل ما تزوج بابا شنو هذاك ما عندوش الفلوس، الحق في السن ديالها، قريب السن ديالها طبعا، وبابا عنده الفلوس اللي غا عايشه كيف ما قال عقلها، والطمع اللي فيها خصها بابا والعشيق ديالها، الفلوس والعشيق. تما عرفت الخلاص الله، جريت على البريئه والشريفه ودخلت بنت الزنقه لداري. حق ما نقدرش نقول لبابا، خفت يوقعلو شي حاجه يتصدم صدمه اخرى، بركة الصدمه اللي وقعت له قبل كان بسببي. شفت داكشي وقرمت وسكت، حتى رجعت وقلت لها تصوروا باش فاجأتني كيفاش قالت لي لا حياة لا حشمه. قالت لي وشنو فيها؟ ما فيها حتى حاجه، كون شويه سبور. قالت لي كون شويه سبور ايمان، هادشي عادي، فيها حتى حاجه. بقيت كنشوف فيها انا. قالت لي باباك شنو نقصو معايا؟ ما نقصو حتى حاجه، عايش مدخن فرحان بيا، فرحانه به، انا كنعطيه السعاده، شنو خصو اكثر من داكشي؟ مبارك عليه، حتى انا خصني نفتش على السعاده ديالي فشي موضوع اخر. يا ربي الحبيب يا ربي، استغربت واش غنعمل يا ربي؟ بقيت كناكل في جنابي، اش غنعمل؟ حيت هي عارفه بان النقطه الضعف ديالي هي بابا، وباني ما نقدرش نفضحها. قبضتني من اليد اللي كيحرقني بحال اللي كيقولوا. بركه هذيك الشيء اللي وقع لبابا قبل وكان بسببي. صافي بديت كنقرر نبقى نخرج معاها باش ما تمشيش عند العشيق ديالها. بزز كنخرج معاها، ما عندها ما تعمل، بابا كيكون وانا كنقول انا غنمشي معاها، يعني ماشي عند ماما انا نمشي معاك شنو فيها. وواحد المره كنا جالسين في القهوه انا وياها، هو يجي العاشق ديالها جا تبارك الله عليه مزيون صراحه، تنقل ماشي دوجها، جا وجلس معانا حيت هي كانت خبراته باني انا عندي الخبر. شوفوا الوقاحه حتى لين وصلت بهم. الوقت اللي جلس معانا وانا كنشوف بابا داخل القهوه، وانا قلت للمرات بابا، قلت لها بابا ما جينا نوضوا ولا نشوفوا ما نعملوا حتى كان بابا شافنا وجا عنا ومستغرب شكون هذاك اللي معانا. جا كيشوف فينا وكيشوف هذاك بحال اللي كيستقسي كيقول شكون هذا. انا قلت له حتى تمشي للدار ولبنى غتقول لك كل شيء. قال لي شنو غتقول لي؟ هذا لبنى راه الوجه ابيض بحال الجير، لا لون له، اخر عاود كذلك. انا اللي تشجعت وقدرت نهضر باش ننقذ الموقف. قلت له لا حيت انا كنت كنعرف اسمه، فتقدمته لي كانت خاط لي اسمه، حيت يوسف كخصو يخطبني ويتزوج بيا. طاح لي داكشي دغيا، تعرف انا مستانسه فعلت الشواطن دغيا، طاح لي داكشي في راسي. هاد المره باش ننقذ الموقف مزيان لي شي باني غنغرق راسي. ديك الساعتك بابا قال له دار عنده، جلس بابا معنا وقال له السي يوسف ما كانش من الاحسن كنتي تجي للدار وتجي عندي انا ديريكت وطلب بنتي من عندي؟ لبنى نقزت قالت له لا، حيت هي قالت لي زعما نجي معاها ونتعرف عليه حتى انا باش انا نحكم عليه واش يصلح ولا ما يصلحش، عاد ديك ساعتك يجي للدار. المهم عملوا الموعد يجي للدار، واخا عملوا الموعد داكشي قلت صافي يكون غيتحجج بشي حاجه ولا ما غايجي شي مره، هيدا في بالي ديال لي شي بصح رجع داكشي واقع. كنت على برا دخلت للدار جبرتو جالس مع بابا ومع لبنى. انا شفت هيدا عمتي بابا قال لي اجي، هو زعما الخطيب ديالك جاي خطبك. انا شفت هيداك وطلعت لفوقي، سمعت عمرات بابا كتضحك كتقول حشمانه مسكنه ما ديوهاش عليها، حشمانه بنت. ايوا ما جبرت ما نقول، طلعت للبيت ديالي وانا كنقول يا ربي شنو غنعمل. موراها مشى يوسف
طلع عندي بابا وطلع عندي مرات با فرحانين. قال لي صافي حنا اتفقنا فوقاش نعادلو كاغي تصدق. انا قلت له نعادلو كاغي تصدق والعرس مع بعضيتو. قلت له ما سقسيتونيش واش انا باغيه ولا ما باغياش. قال لي كيفاش باغيه ولا باغيش؟ باش انتينا اللي تعرفتي عليه وديتي لبنى معاك القهوه باش تعرف عليه حتى هي، ودابا كتقول لي واش سقسيتي ولا ما سقسيتينيش. ديك الساعه انا بقيت كنبكي وطحت على كتفت بابا، بقيت كنقول له انا ما كنبغيش يا بابا، ما كنبغيش. بابا بدا كيضحك. خليت ياك انتينا اللي بغيتي ماشي انا قلت لك جبته لك ولا شي حاجه. قال لي انتينا دائما هيدا بنتي دائما كتخاف من الزواج، انا ما نقدرش نضيعك بنتي، هذا ولد الناس، انا سقسيت عليه وقالوا لي ولد الناس، على ديك الشيء ما خصنيش نضيعك. طبعا هو دابا خدام في البنك وكلشي شكر لي فيه. قلت له طلعت لك في راسك بابا ياك؟ قال لي علاش بنتي ما تقولش هذاك؟ انا بالعكس انا قلت له الشرط ديالي الوحيد هو تعيش معايا انتينا وياه وتسكنوا الفوق في كان عمك ساكن. صافي هنا تكملت البهيه. بابا خرج من البيت، مرات بابا بغات تبعو، انا قبضتها قلت لها هادشي ما غيكونش، عمرك ما تحلم بهادشي، هذا خص يكون راجلك والعشيق ديالك نفس الدار. قالت لي وصافي شنو فيها، حتى يوسف كيتحب غزال مع راسو، كي غتجبر شي واحد في حاله. وخرجت وخلاتني انا كناكل جنابي. شغنعمل يا ربي شغنعمل؟ طاح لي في بالي عمي حنين، كان حنين عليا بزاف وانا اللي ضيعته من يدي. مشيت عند عمي عاودت له هادشي هذا. طبعا ما عاودتلوش داكشي اللي عملت انا، عاودت له غير هاد يوسف اللي جاي يخطبني ومرات با اللي كتمشي معاه. قال لي ضروري خصك تقولها لباباك. قلت له انا خوفانه بابا يتصدم عاود. قال لي ضروري خصك تعرف اكثر. يوم اللي قلت له انا مسجله الصوت قال لي كاش تضيع راسك وانتينا غتزوج بواحد اصلا ما كيبغيكش ليك، كيبغي مرات باباك، غتعمل واحد المنكر كبير غيكون في الدار. وقلت لعمي علاش انتينا اللي ما تهضرش معاه؟ قال لي بنتي انا ما نقدرش نهضر معاه، انت انا عارف باباك من ديك الوقت اللي وقع ديك الشيء وانا باباك ما كيحملنيش، بالعكس اذا شافني غيجري عليا. فهمتي وراه ديك الشيء اللي وقع مره اخرى واخا انا بريء من ديك الشيء. قلت له عارفه عمي، عارفه بانك بريء، مرات با هذه كانت بريئه. المهم خرجت من عند عمي، خرجت من عنده وانا يائسه. شغنعمل يا ربي؟ قلت غنمشي. طاحت لي ببالي مرات با اللوليه، قلت غنجوز عندها. مشيت عندها، فرحات بيا مسكنه ملي شافتني، سقستني على الدار، سقستني على بابا، سقستني على دادا كيف عامله، وكتقول لي كبرتي وزيدتي زيادتي. انت غزاله والله عمرها سلعه، ما عمرها سلعه. حنا باغي كاين نتعاودو. حنا سمعنا الدق، تفتح الباب شكون غيدخل؟ يدخل حمد البرنوسي. تسمرت في موضعي، جا وقدمته لي، قالت لي نقدم لك حمد برنوسي الخطيب ديالي. بقيت كنشوف مشلوطه اش غنقول يا ربي؟ وجوت فيها. قلت لها صافي بسلامه. هي كتعيط لي وانا كنخلع. قلت لها بسلامه خرجت خلصت. الله ربي كيخلصني بشويه. وانا كنقول علاش مابقاش كيسقسي عليا، قول لي هو خطب ولا ما نخطب، رات بابا هذا خلاص الله. جا الوقت العرس ديالي، حيت كنا غنعملو كاغي تصدق والعرس مع بعضيتو. عمي جا، بابا ملي شافو مع كانوا الناس كاينين وطلع عندي قال لي شكي عمل عمك هنا؟ انا اللي قلتها له. بقيت كنرغب بابا، قلت له حشومه عليك بابا، عمي كان عايش معانا ومربيني، يمكنش ما يحضرش. اذا كنتي كتبغيني بصح خلي عمي يحضر معانا. بقيت كنرغبو حتى وافق. ديك الوقت عمي مشى هضر مع يوسف، قال له انا عندي الخبر بكل شيء، فرسك هاد الزواج مشي في حالك وما غيتفضح حتى حاجه. راه هي ايمان مسجلات لينا ولونا كتهضروا مع بعضكم في التليفون. المهم مشى يوسف عند لبنى وقال لها،
قال لازم نهربوا من هنايا، شنو كاين شنو كاين شنو كاين. قالت له انا ما يمكنش نخلي الفلوس كاملين ونمشي، هذاك راه كيخربق عليك، ما كاين لا دليل لا والو، انا غنعرف كيفاش نتصرف. طبعا هبط وزغاريت والعيال معايا صارين قابطين الشمع، واحده من هنا واحده من هنا. كتعرف القاعده قبل باش نكتبوا الكارت الصداق، اولا غنكتبوا الكارت الصداق وموراها يبدا العرس نيشان. جلست انا وبابا والعدول طبعا. مهم العدول كيكتبوا وكيسقسيو شحال في الصداق وديك الشيء كامل اللي كيتقال. كنشوف غا عمي كيدور عندي بعينو وكيف بحال اللي زعما كيقول لي هدار قول شنو كاين قبل ما يكتبوا العدول الكارت الصداق. انا في الاول ما قدرتش، ملي سقساوني واش موافقه ولا لا بقيت ساكته في الاول. ديك الساعات قبل ما نفطن فجرت وبديت كنقول انا ما خصنيش، انا ما خصنيش نتزوج، انا ما خصنيش نتزوج. وطلعت كنجري في الدروج. تبعني بابا وعمو. بابا بقى كيغوت عليا كيقول لي شنو هادشي اللي عملتي، واش حمقتي تينا، شنو هادشي هذا، بهدلتي لي مع الناس اللي عرضت وخسرتي العرس كامل. وانا نهضر قلت له بابا تينا ما عارف والو، وعاودت له كل شيء شنو كاين. قال لي اسكت اسكت، واش برتي ما تقول خسرتي العرس بديتي كتلصقها في مراتي بنت الناس. وبقى كيشكر في مراتو. قلت له انا عندي التسجيل ديالو اذا ما تقتيشي. صافي سمع ديك التسجيل تاقب كل شيء الحمد لله، كاين الدليل. موراها هبط بابا معصب، جبروم هربوا، لبنى هربت وحتى يوسف العاشق ديالها هرب. اعتذر بابا للحضارين قال لهم سمحوا لنا بنتي شويه مريضه، اجلنا العرس حتى المره اخرى ان شاء الله. صافي الناس خرجوا. انا ديك الوقت اللي قلت لبابا هيداك وسمع ديك الشيء بحال اللي عييت وحاجتني الرخيه وجاتني السخفه وطيحت عيد على الكاما. ديك العيال اللي كانوا بالشمع جاو نزلوا الشمع قدامي قدام الكسوه ديالي، هيداك باقي مشعل. انا ملي فقت كنشوف مسماد الحرق وهي العافيه طالعه معايا. ديك الشمع طاح لي على الحوايجي وبقى كيحرق فيا وبقيت كنغوت. بابا وعمو سمعوا الغوات وطلعوا كيجريو عندي، ولواني عمي في الملطه. بعد داوني السبيطار، وانا في السبيطار كنقول هذا خلصت الله، انا عارفه ربي سمح لي ربي. تحرقت الجسم ديالي كامل تحرق، وتحرقت من الدرجه اللي ما يمكنش فيها حتى عمليه تجميل. سقسا بابا وعمي على عمليه تجميل، قالوا له ما يمكنش. صافي تشوات وعارفه هذا الجزاء الله، داكشي اللي عملت كامل ربي يخلصني عليه. الحمد لله اللي جات على هيدا، الحمد لله. بقيت كنستغفر ربي كنقول له اسمح لي ربي على داكشي اللي عملت. بالحق الضمير ديالي باقي مأنبني على مرات با اللي نزلت عليها البطال، واللي بابا زينلو تبصع من ديك الشيء. بغيت نرجع واخا غا عمي معانا يكون معانا ورجعوا خوت لبعضيتهم. مرات بابا صافي طبعا تخطبت وغتزوج وتكون زوجات وقيله. انا بعدا نكفر على الدم ديالي وعاودت لهم الصراحه كامله. كنت كنقول لهم بانها بريئه وها شنو عملت وما كيشوفوا وانا كنبكي. اقول لهم سمحوا لي انا ما كنتش كنفضل شنو كنت كنعمل. ديك الحب بابا وحيت انا مستانسه بابا ديالي انا بوحدي، ما بغيتش شي وحده تشاركو معايا. سمحوا لي على الله ربي وقف معايا. بابا عذرني حيت بابا كان عطيني الحب ليلي كامل، وحتى عمي مسكين عذرني. دابا انتوما عذرتوني ولا لا؟ كنتمنى حتى نتوما تعذروني، وكنتمنى حتى نتوما تكون هاد القصه عبره ليكم. كنتمنى وبان الله كيجازي في الدنيا قبل الاخره.
والحاجه الواحد اللي كامل حاجه قبيحه ما يقولش ما يوقع لي حتى حاجه، غيوقع له. المهم هنا كتنتهي القصه ديالي، وكنتمنى تعجبكم، وما تنساوش تعملوا لي لايك واشتراك وتعليق، ومع السلامه.